أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جميعكم شاهد خلال الفترة الماضية وتحديدا من 7 أكتوبر أي بعد أحداث غزة إلى يومنا هذا حملات شرسة ممنهجة هدفها شيطنة السعودية وإظهارها بمظهر الخائنة للعرب والمسلمين، وجميعا نعلم أنه لم يكن هذا الهجوم بمحض الصدفة، بل هي حملات ممنهجة فيها ما يظهر بشكل مباشر وأخرى غير مباشر وكأنها عفوية. طبعا جميعها مفضوحة ومكشوفة وهدفها واحد، هو كما ذكرت محاولة شيطنة السعودية. خلونا نشوف كيف بدأت هذه الحملات بشكل سريع. بعد أحداث غزة بدأ الهجوم باتهام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل، ومن ثم الهجوم على موسم الرياض، وبعده هجوم شرس بسبب انسحاب بطريقة مفضوحة فنان بحجة دعمه لغزة من إحدى فعاليات موسم الرياض. وبعدها ليش السعودية ما توقف تصدير النفط للغرب؟ واخرها اتهام السعودية بإيقاف معتمرين. وطبعا ما راح أفند اليوم كل هذه الادعاءات اللي تكلمت عنها سابقا، ولا بقول لي هاجمون لهم علاقات مع إسرائيل، ولا بتكلم عن الفعاليات اللي في كل الدول وليتها وقفت على الفعاليات، ولا بقول الفنان المنسحب بدأ بتصوير مسلسل ومسرحية قبل كم يوم، ولا بقول المعتمرين تم إيقافهم لأسباب لا تتعلق أبدا بالدعاء لأخواننا في غزة، لأننا في كل زمان ومكان ندعي لأهلنا في غزة وفي فلسطين، لأنكم كلكم عارفين حقيقة الأمور، وأنا وغيري الكثير وضحناها. أخيرا وليس آخرا جايبين مشاهد من بطولة البلوت في صالة رياضية يقولون السعودية فتحت كازينو في المدينة المنورة، ومتداول الآن ترند في إندونيسيا وشرق آسيا. والله طالع ترند. اللي بقوله أن كل هذه حملات ممنهجة ومنسقة، ولكن بشكل مفضوح، هي وأدواتها من آلاف الحسابات الوهمية. لو تلاحظون نبرتها دينية وعاطفية لاستغلال عاطفة البسطاء والعوام من العرب والمسلمين لتشويه السعودية. وهناك أهداف أخرى لم تكن واضحة للكثير، ولكن من كثرة تكرارها أصبحت مكشوفة ومفضوحة، مثل إبعاد الضغوطات المحتمل حدوثها في بعض البلدان من عدة نواحي اقتصادية سياسية، خاصة في ظروف المنطقة حاليا، لتشتيت الشعوب عنها وإشغالها بشيطنة السعودية والهجوم عليها. اليوم سووا هاشتاج بس شيطن فيه السعودية، خلاص ينسون الأزمة اللي موجودة وخلاص واضحة صارت. وهناك نقطة أخرى جدا مهمة، لاحظت بعض الأخوة يقولون لا تردون على المسيئين منهم، ويستشهدون بالآية حتى لا تكون فتنة. طيب اذكروا ما قبلها، إيش مكتوب قبلها؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لذلك من الواجب علينا أن نمنع هذه الفتنة من الانتشار، سواء بالرد عليها أو كشف من يقف خلفها، لأن السكوت يعني علامة الرضا، وهذه الانهزامية ليست موجودة إطلاقا في قاموس السعوديين. أخيرا ما أريد إيصال تحديدا لهؤلاء المسيئين، أما المحترمين والعقلاء فهم على الرأس والعين، بأن الشعب السعودي تعود على كل هذا الجحود والنكران، ولديه من الوعي والتجارب ما يكفي لوقت مثل هذه التفاهات التي تشبه الطلاطيع، لأنه سبق أن واجه وتغلب على مخططات دول ومنظمات، وأنتم شهود على ذلك، وتعامل مع أزمات أكبر من هذه بكثير. أما هذه الحملات للأسف حتى المبتدئ في إدارة الأزمات الإعلامية لا يقوم بها. والله أنها مضحكة بقدر ما هي سخيفة وواضحة ومكشوفة، ولكن هذه نصيحة خذوها مني وأتمنى تستوعبوها بشكل واضح. لا تخلون السعوديين يلتفتوا لكم. في أمان الله.